تعرف هذا العداد وشو؟ هذه إجمالي المبالغ اللي تبرعتوا فيها في رمضان 2026 من منصة إحسان. ما شاء الله، وهذه الأرقام تتحدث بشكل فوري، اللهم زد وبارك. وعلى فكرة هذه المبالغ توصل بشكل فوري للمستفيدين. كل ثانية في منصة إحسان بشكل عام فيها 4 ما شاء الله يتبرعون في المنصة، وكل يوم أنتم تتبرعون ب12 مليون ريال. يا كثر حظكم بالأجر ما شاء الله. خذ هذه المعلومة الثانية، من أول ما بدأت منصة إحسان من 5 سنوات تقريبا وصل إجمالي مبالغ التبرعات إلى أكثر من 15 مليار ريال. وترى هالمبالغ مو بس من التجار الكبار، 80% من هذه المبالغ جت من الأفراد واللي يدفعون مبالغ بسيطة من ريال إلى 50 ريال. شفت ايش قوة الريال؟ ومن تطبيق إحسان تقدر تحط أمر يسحب منك تلقائي بشكل دوري كل يوم، ريال، 5 ريال، 10 ريال، والأجر ما شاء الله ما يوقف. لو كان هذا التبرع عبارة عن وقف. وش يعني وقف؟ الوقف يعني بدل لا تدفع مبلغ معين للمستفيد بشكل مباشر ويستفيد منه مرة واحدة، يصير تدفعه لصندوق إحسان الوقفي، ياخذون هالمبلغ ويبدون يستثمرونه بدون أي رسوم تشغيلية، ومن الإيرادات اللي تجي يبدون يدفعون للمستفيدين بشكل متكرر، والأجر مستمر وتقدر تحطه في أي مجال، سواء منطقة معينة أو جمعية معينة أنت تختارها. كذا عطائك كل يوم يكبر ويرسلون لك تقارير دورية، والمحتاج كل يوم يستفيد بدل ما كان يستفيد مرة واحدة. افتح تطبيق منصة إحسان وروح خانة الوقف، تبي مساهمة عامة ولا مساهمة مخصصة، اضغط على مساهمة مخصصة، تقدر تختار مسار معين ولا جمعية معينة. خلينا نشوف مثلا جمعية شفاء، حدد المبلغ وبعدها إضافة ودفع، وبعد التبرع تجيك شهادة أنك ساهمت في صندوق إحسان الوقفي، والله يكتبها في موازين حسناتكم. في أمان الله.